لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية للمؤمنين ولوطا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Ana Ka'ab bin Ujrata radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhduru wal minbar fahadarna falamma irtaqa darajatan qala amin falamma irtaqa darajatan tsaniyah qala amin falamma irtaqad darajat ats-tsalitsah qala amin falamma nazala qulna ya Rasulullah laqad sami'na minkal yawma syai'an ma kunna nasma'uhu qala inna Jibril alaihi salam arada li faqala ba'da man adraka Ramadan falamma yughfar lahu qultu amin falamma ruqitu ats-tsaniyah qala ba'da man zukirta indahu falam yusalli anka qultu amin falamma raqitu ats-tsalitsata qala ba'da man adraka abawayhil kabiru indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah qultu amin. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekatlah kalian ke mimbar, kami pun mendekat. Ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau berkata amin. Lalu ketika menaiki tangga kedua juga berkata amin. Dan ketika menaiki tangga ketiga beliau juga berkata amin. Maka ketika turun kami berkata, ya Rasulullah, sungguh pada hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar. Beliau bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi ia tidak diampuni.
Maka aku berkata amin. Lalu ketika aku menaiki tangga kedua, dia berkata, celakalah orang yang mendengar namamu disebut tapi ia tidak bersolawat atasmu. Maka aku berkata amin. Ketika aku menaiki tangga ketiga, ia berkata, celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya yang telah tua atau salah satu dari keduanya, tetapi mereka tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Aku berkata amin. Hadis riwayat Hakim. Faedah: di dalam hadis ini Jibril alaihissalam telah mendoakan keburukan bagi 3 perkara dan Rasulullah mengamini ketiga doa tersebut. Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang terdekat dengan Allah telah mendoakan keburukan dan beliau mengamininya. Maka betapapun kerasnya doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Hanya dengan rahmat-Nya kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut dan terselamat dari doa-doa tersebut. Jika tidak, bagaimana kita dapat menghindarinya? Di dalam Durrul Mansur disebutkan bahwa Jibril alaihissalam sendiri yang berkata kepada Rasulullah SAW, ucapkanlah amin. Maka beliau mengamininya. Dari sini dapat kita temui dengan jelas betapa pentingnya doa tersebut. Orang pertama adalah orang yang melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi ia tidak mendapatkan ampunannya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kelalaian sehingga ia tidak memperoleh maghfirah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan curahan rahmat Allah seperti hujan. Namun jika dalam bulan ini dihabiskan dengan perbuatan buruk, maka dapat menyebabkan kita terhalang dari rahmat ilahi. Jika tidak memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya, dan apa yang patut diherankan dengan kebinasaannya? Cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah setelah menunaikan tugas dalam bulan Ramadan, yaitu berpuasa dan tarawih. Hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Orang kedua yang mendapatkan doa keburukan di atas adalah orang yang apabila mendengar nama Rasulullah diucapkan, ia tidak bersolawat untuk beliau. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahawa bersolawat ketika mendengar nama Muhammad SAW disebut adalah wajib. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadis menyebutkan bahawa orang-orang yang demikian itu termasuk dalam golongan orang-orang yang kikir dan celaka, juga sebagai orang yang kehilangan jalan menuju surga, bahkan termasuk golongan orang yang akan memasuki neraka. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.